السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله أخواني الأعزاء النهاردة عن إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعاوز يرفع درجتك. طيب، الأحلام بتظهر في المنام أو الرموز اللي بتظهر في المنام بتكون رسالة ليك بحب ربنا سبحانه وتعالى وإن درجاتك بترتفع. طبعا يا أخواني الأعزاء هنتكلم عن الموضوع ده في قناتكم. والنهاردة طبعا موضوع من أروع وأجمل المواضيع اللي ممكن تسمعها في حياتك. تخيل كده إنك تشوف حلم أو رمز في منامك، والرمز ده مش مجرد إشارة عادية، ده بيكون دليل إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعايز يرفع درجتك عنده ويقربك من رحمته وكرمه. إحنا ساعات كتير بنفتكر إن الأحلام مجرد صور، أو إنها خيالات مثلا، أو يعني حاجات من ناتج العقل. لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم الرؤى عشان يبعت رسائل خاصة جدا لعباده. ولما ربنا يحب عبد بيفتح ليه أبواب الخير وبيطمن قلبه وبيبعت ليه علامات في المنام بتأكد ليه إن ربنا رضى عنه. طيب، في الفيديو ده هشارك معاكم أهم الرموز والأحلام اللي لو شفت واحدة منها تبقى بشارة عظيمة جدا على محبة الله ليك ورفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. طيب، ركز معايا للنهاية لأن اللي هقوله دلوقتي نادر، مش أي حد بيتكلم عنه. المواضيع اللي بجيبها مواضيع جديدة بإذن الله، مواضيع مختلفة وفيها عمق، يعني مش مجرد أفكار سطحية ولا حاجة، لأ، اللي بيركز وبيفهم الكلام بيوصل لدرجة يعني عالية جدا من تفسير الأحلام. ممكن نشوف رؤية نخاف منها ونترعب منها، ولكن الرؤية دي بتكون رسالة إلى إن في أمر عظيم جدا هيحصل أو هيحصل. الأمر ده بيكون خير ليك وإنت مش عارف. أول رؤية يا إخوان الأعزاء من الرؤى الجميلة جدا رؤية قراءة القرآن بصوت جميل وواضح. دايما اللي بيشوف نفسه بيقرأ القرآن في المنام بصوت جميل وواضح، الرؤية هنا رسالة بالمداومة على ورد يومي من قراءة القرآن، وبرضه بتكون إشارة إلى إنك في أمر عظيم بيحدث أو أمر بيتجهز لك أو أمر قادم. الأمر ده فيه خير كبير جدا هتحصل عليه إن شاء الله. وده طبعا فيه هنا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني لو انت بتقرأ القرآن بصوت كويس وبإتقان، رغم ان انت مش حافظ، ما ممكن تكون رسالة ليك بانك تحفظ القرآن وتعلمه للناس، علمه لأولادك، علمه لزوجتك، علمه لإخواتك. مش هتخسر حاجة، ده انت هتاخد أجر عليه، وفي نفس الوقت الأجر بتاعك بيكون في الدنيا وفي الآخرة أجر مضاعف يعني. الرؤية التانية رؤية النور اللي بيخرج من وشك مثلا. تلاقي نفسك في المنام وشك مشع نور أو وجهك مشع نور. دايما بنبقى ماشيين كده في الشارع ونقول، تلاقي واحد صديق ليك مثلا عزيز عليك يقول لك: ما شاء الله وشك منور. أو وشك منور دي لما تشوفها في المنام اعرف ان انت مقبل على امور عظيمة جدا في حياتك، على عكس ان انت تشوف واحد وشه في الرؤية حزين وكئيب. بنقول دايما ان ده هتحصل عنده مشكلة والله أعلى وأعلم، او انه واقع في كرب ومشكلة. فبالتالي لما نشوف حد وشه منور في المنام نعرف على طول ان ده مقبل على خير. ولو شفت نفسك ان انت وشك منور، ده بيكون بشارة ليك بأمر عظيم جدا بيحصل. الأمر ده بيخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وبيدل على حب ربنا سبحانه وتعالى ليك وإنك يعني مقبل على خير عظيم جدا. برضو الرؤية التالتة رؤية الكعبة ولمس الستاير بتاعتها، ودي في المنام رمز عظيم جدا. ولو شفت نفسك قريب منها أو بتلمسها، ده معناه إنك محبوب عند الله وربنا هيكرمك بالقبول والرفعة بإذن الله. الرؤية الرابعة رؤية الملائكة وبتكون حواليك أو بتسلم عليك. الملائكة في المنام إخوانا الأعزاء
رمز للمحبة ورمز للحفظ والمعية ربنا سبحانه وتعالى. ولو شفتهم حواليك أو بيسلموا عليك، ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى رفع درجتك عنده. ده شخص مميز مش شخص عادي. الرؤية الخامسة رؤية إنك بتسجد سجدة طويلة بدموع، والدموع بتنزل منك. هتقول لي الرؤية دي غريبة، أقول لك فعلا اللي بيشوفها يعني بيدل على إنه عنده أزمة بالفعل أو عنده أمر بيحزنه بالفعل، ولكن البكاء يعني بين إيد ربنا سبحانه وتعالى أو في سجودك ده أمر عظيم جدا، وأمر يرمز إلى إن في تغيير مهم في حياتك هيحصل. التغيير ده هتحس بيه في الأيام القادمة، فما تستعجلش وخليك صابر. الرؤية السادسة برضو رؤية شرب ماء زمزم، ودي اتكلمنا عنها في فيديوهات كتيرة جدا، وهي دي فيها شفاء وفيها تحقيق أمنيات وفيها تغيير، وربما إن ربنا يوفقك للأمر ده، فبالتالي ده من علامات حب ربنا سبحانه وتعالى ليك. الرؤية السابعة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بابتسامة أو نور. في بعض الأحيان أخوة الأعزاء الشخص مثلا يشوف نفسه إن هو بيدافع عن الرسول عليه السلام، أو مثلا واقف لشخص بيتكلم عن الرسول عليه السلام وهو واقف له في المنام، يعني بيمنع الكلام المؤذي أو الحاجات المؤذية. هنا يا أخواني الأعزاء يعني رؤية عظيمة جدا، والرؤية دي مش بتظهر لأي حد. يعني في ناس كتيرة جدا دايما إن هم يتكلموا في أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودايما يبشروا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودايما يدافعوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بيشوفوا الأحلام دي، على عكس الناس اللي هي مستهترة أو متهاونة في الأمور دي، فبالتالي ممكن تشوف أمور مختلفة. الرؤية الثامنة رؤية لبس الأبيض، ودايما اللبس الأبيض ده بيكون ناصع، أو إن هو مثلا في المنام ثوب أخضر أو أبيض، ده جميل جدا. البياض والأخضر في المنام رمز للنقاء والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ومعناها برضو إنك على طاعة ربنا هيكرمك بأمور خير، ولكن إنك تستمر في الطاعة دي. الرؤية التاسعة رؤية الجلوس مع ناس صالحين، يعني ناس كده علماء دين. دايما بنقول إن الناس دي رموز كويسة جدا في المنام. محدش يستهتر برؤية عالم دين مثلا أو شخص مشهور وعنده علم أو مشهور بصلاح أحواله، وإن احنا نشوفه ونجلس معاه أو نتكلم معاه أو ناكل معاه مثلا، ده بيكون رمز عظيم جدا. الرؤية العشرة رؤية السماء بتكون مفتوحة، يعني باب السماء مفتوح. دايما بنقول يا رب يخلي دعوتك كده، او يكون باب السماء مفتوح عشان دعوتك تطلع على طول. طيب لقينا ان احنا باب السماء مفتوح في المنام، ما يعني ده حاجة كويسة جدا وحاجة جميلة جدا، محدش يقلق منها، ويعرف ان هو من علامات التغيير ومن علامات حب ربنا سبحانه وتعالى ليه، وان الشخص ده هيكون مميز في امور كتيرة جدا في حياته في الفترات القادمة. طبعا يا اخواني الاعزاء الاحلام دي ممكن ناس تكون بتشوفها بالفعل ومش عارفة ان الاحلام دي بشارات ليها، فبالتالي احنا بنذكرها وبنشرحها، رغم ان هي يعني دايما بنحاول نجيب حاجات متطورة او احلام متجددة مع الناس. فبالتالي ان شاء الله هنستمر في نشر محتوى هادف ومحتوى مثلا الناس تحبه وتفضل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار. وطبعا زي ما عودناكم لو حد مثلا شاف حلم من الأحلام ديت، ممكن يكتبه في تعليق ويحكي لنا التجربة بتاعته أو قصته، ولو في فرصة ممكن نرد عليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.